بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي الحلوين، الدكاترة المهندسين اللي داخلين الصف الخامس، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهارده إن شاء الله هقول لكم المستوى الأول لتأسيسك للصف الخامس والمنهج الجديد. حاجات مهمة جدا 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 هتنفعنا في المنهج، ولازم تكون مراجعها كويس قوي قوي وعارفها كويس قوي قوي. أنا عارفة طبعا إن انتوا كلكم كنتوا مستنيين الأجازة عشان تلعبوا وتخرجوا وتتفسحوا. صدقني الموضوع مش هياخد منك وقت خالص خالص خالص. اللعب لا هو هيطير ولا اي حاجه، فلازم نأسس من وقتنا ولو حتى شويه صغننين خالص علشان نبدا نراجع فيهم، عشان نروح سنه خمسه واحنا مطمنين وشايفين ان المنهج سهل جدا. مش هطول عليكم، جهزوا يلا الكشكول والقلم ويلا بينا. ويا ريت ما ننساش لو الفيديو عجبكم الاشتراك في القناه وعمل مشاركه للفيديو واللايك، واللي عنده اي سؤال يبعت لي في التعليقات وانا هرد عليه ان شاء الله. يلا بينا. اول مستوى يا حبايبي هنتكلم فيه عن مراجعه الكسور والاعداد العشريه، لان طبعا ده اول حاجه انت هتاخدها ان شاء الله في الصف الخامس، فلازم تكون مراجع كويس قوي الاعداد العشريه والقيمه المكانيه والعدديه بتاعتهم. فهنبدأ أول حاجة إن إحنا نعرف إيه الفرق بين الكسر العشري والعدد العشري. كلنا عارفين طبعا يا باشمهندسين، وقلنا طبعا في سنة رابعة إن الكسر العشري الكسر اللي بيكون مقامه 10 أو 100 أو 1000. طبعا كلنا عارفين إن الكسر بيتكون من بسط ومقام، اللي فوق اسمه بسط واللي تحت اسمه مقام. فأول لما ألاقي المقام اللي هو تحت ب10 أو 100 أو 1000 أبقى عارف إن ده اسمه كسر عشري. طبعا أنا بكتبه في صورة أعداد. طيب العدد العشري هو عبارة إن بيبقى عندي عدد صحيح ومعه برضو الكسر العشري اللي احنا هنكتبه في صورة أعداد. طيب نفهم بقى ازاي الكسر احوله ان انا اكتبه في صورة عدد، يعني اخليه عدد مش كسر. مثلا احنا عندنا اول حاجة 3 على 10، انا عايزة اكتبها ازاي يا شطار؟ بصوا يا باشمهندسين، انا كل اللي يهمني ان انا باجي انزل البسط وبشوف المقام بكام. فلو عندي المقام ب10 يبقى انا هحط العلامه اللي هي البوينت بعد رقم. لو عندي المقام ب100 يبقى انا هحط العلامه اللي هي البوينت بعد رقمين. لو انا عندي، وده الجديد طبعا، المقام ب1000 ان انا هحط العلامه عندي بعد 3 ارقام. تمام. طيب نشوف ازاي. اول حاجه يا باشمهندسين انت هتبص للبسط. البسط هنا بكام؟ ب3. يبقى انا هنزل البسط زي ما هو، والعلامه هنا بعد كام رقم؟ بعد رقم 1. يبقى في هنا عدد صحيح جنب الشرطه او اي حاجه؟ لا، يبقى ال3 هي رقم 1 بس، والمقام ب10 يعني العلامه بعد رقم احط بوينت 0. طيب بقراه ازاي؟ بقول 3 من 10. 3 من 10. تمام. طيب نشوف اللي بعده. 15 على 100. اتفقنا كل اللي يهمني البسط. نزل البسط يا باشمهندس. بعد ما تنزل البسط شوف المقام واقف على كام. المقام هنا 100. طب ميس سحر قالت المقام على 100 يعني العلامه بعد رقمين. طب ال15 هنا رقمين، خلاص حط بوينت، وهنا مفيش ارقام، بوينت 0 وتتقرأ 15 زي ما هي، بس البوينت دي اقول من كذا. فلو العلامه بعد رقم اقول من 10، العلامه بعد رقمين اقول من 100، فاقول 15 من 100. تمام. طيب ايه اللي بعده؟ هنزل البسط زي ما اتفقنا. طيب هنا على 1000 يعني العلامه بعد 3 ارقام. طب هما 3 ارقام احط بوينت 0. طيب بيقرأ ازاي؟ اقول 300. تقرأ العدد عادي جدا، قراءه عاديه خالص، بس البوينت اقول من كذا. فهنا هقول 363 من 1000. طبعا ممكن اقول من 1000 على طول او اقول اجزاء من 1000. 363 جزءا من 1000. تمام يا باشمهندسين؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعده. بيقول لي 9 على 100. مش صح لسه قايله هنزل البسط. حلو قوي يا شطار. طب المقام هنا على كام؟ على 100. طب ده 9 رقم 1 بس، احنا عايزينه رقمين. اتفقنا من سنه رابعه ان العدد او الرقم اللي معايا حلو وبيساعدني او لما احتاج مساعده بلاقيه على طول معانا الصفر. فاول لما الاقي ان انا محتاجه ازود حاجه احط الصفر. طيب هنا 9 على 100. طيب يعني ايه 9 على 100؟ يعني العلامه بعد رقمين. طب ال9 دي رقم 1 بس، احط 0 عشان تبقى رقمين
بوينت 0 وتتقرأ 9 من 100. تمام. نقول واحدة كمان، هنزل ال 17 اللي هي البسط. ثواني بقى، المقام 10 يعني العلامة بعد رقم، أعد رقم وأحط البوينت. طب أحط الزيرو؟ لا يا باشمهندس، أنا ليه بحط هنا زيرو؟ عشان أسند العلامة، عشان العلامة مش تقع. يعني أنا هنا حطيت زيرو عشان اوعى العلامة تقع، أحط الزيرو بسرعة أسندها. طب هنا أنا عندي الواحد سند العلامة، طب خلاص هحط الزيرو ليه؟ ما عندي الواحد سند العلامة، ملوش لازمة إن أنا أحط الزيرو. اتفقنا يا باشمهندسين؟ طيب 2 و5 على 10 هنزل البسط، العلامة بعد رقم. طب ايه ده؟ استني يا مس سحر، ده في 2 جنب شرطة الكسر، تنزلها. برضو مش هحط زيرو عشان عندي عدد صحيح جنب شرطة الكسر. يبقى انا لو عندي عدد صحيح جنب شرطة الكسر انزله، ما عنديش احط زيرو. والعدد لو بعد رقم اقرأه من 10، بعد 100 اقرأه من 100، بعد 3 ارقام اقرأه من 1000. تمام يا باشمهندسين؟ تمام. طيب احنا لسه هو قارئين العدد العشري، طب عايزين نعرف بزياده اكتر ازاي اقرا اي عدد عشري. شوفوا يا باشمهندسين، العلامه العشريه دي ايه حكايتها؟ احنا طبعا فاكرين العماره اللي عندنا بتاعه الارقام. انا عندي العماره بتاعه الاعداد الصحيحه اللي بتتكون من 4 ادوار. عندي جت الاجزاء من 10 دي وقالت لها انا هسكن معاكي، دي عماره الاعداد. طيب دي بقى العماره بتاعه الاجزاء، انا عندي 3 اجزاء بس، دي عماره الاجزاء. جت قالت لها انا هسكن معاكي، قالت لها لا. طب انا هسكن جنبك، قالت لها لا طبعا، امشي بعيد عني، انا مش عايزه حد جنبي. راحت العلامه العشريه جت وقالت انا هفصل ما بينكم، انت يا اجزاء هتبقي على اليمين، وانت يا اعداد يا صحيحه هتكوني على الشمال. يبقى انا عندي البوينت في ارقام يمين وفي ارقام شمال. الارقام اليمين اللي هي الاجزاء، والارقام الشمال اللي هي الاعداد الصحيحه بتاعتي. يبقى انا عندي تاني الارقام يمين الاجزاء، الارقام شمال اللي هي الاعداد الصحيحه. طيب ازاي اقرا العدد؟ اولا لما باجي اقرا العدد بنقرا يمة الشمال، فانا هقرا ده الاول. 2 اقول 2، البوينت بقراها و، يبقى 2 و دي كام؟ 9 من 10. يبقى ده لما نيجي نقرا الاعداد الصحيحه الاول زي ما انت واخدها. اقول 2 و9 اجزاء من 10. طيب زودت 5 هنا يا باشمهندس، اقول 2 و95. اتفقنا اما العلامه تكون بعد رقمين جزءا من 100. طيب زودت 7، اقول 2 و957 جزءا من 1000. طب الناحيه دي كان في 1، خلاص اقرا العدد على بعضه 12. طب كان في 9 يبقى 912. طب في بعد كده بيت الالوف، تقرا الاعداد عادي جدا جدا جدا. شفت يا باشمهندسين قراءة العدد العشري سهلة ازاي؟ يبقى العدد العشري عندي بوينت اسمها علامة عشرية، في أرقام يمينها وأرقام شمالها. الشمال الأعداد الصحيحة، اليمين الأجزاء. أقرأ الأعداد الصحيحة زي ما أنا درستها من أولى ابتدائي، الأجزاء على حسب. أول عدد عندي بعد العلامة اللي هو قبل العلامة العشرية على طول اسمه جزء من 10، اللي جنبه جزء من 100، اللي جنبه جزء من 1000. فلو العلامة بعد رقم أقول من 10، العلامة بعد رقمين أقول من 100، العلامة بعد 3 أرقام أقول من 1000. هكتب لك عدد ويا ريت تقول لي في الكومنت أنت قرأته إزاي. يا باشمهندسين نقرأ العدد ده الأول، أقول والعدد ده، ولو العلامة بعد 3 أرقام أقول جزءا من 1000، رقمين جزءا من 100، رقم جزء من 10. تمام يا باشمهندسين، نيجي بقى للقيمة المكانية والعددية بتاعتي. طيب ازاي يا باشمهندسين اكتب القيمة العددية والمكانية؟ سهلة جدا. اتفقنا ان انا عندي البوينت في ارقام يمين وارقام شمال. بص بقى يا باشمهندس، الارقام اليمين دي اللي احنا واخدينها عادي جدا، اول رقم اسمه احاد، واتفقنا ان تاني رقم بيكون عشرات،
وتالت رقم مئات. فانت بتمشي عادي جدا حسب القيمه اللي انت واخدها. وطبعا انا عامله فيديو تاسيس لسنه رابعه ازاي نقرا فيه الاعداد الصحيحه، لو عايز تراجع تاني ازاي الاعداد الصحيحه تتقرا. تمام، ده كده الارقام اللي على الشمال الاعداد زي ما انت درستها في سنه رابعه، مفيش اي مشاكل. طيب الارقام اللي على اليمين اقراها ازاي؟ بصوا بقى، نخبي دول كده. اول رقم قبل العلامه ده اسمه جزء من 10. جزء من 10. اللي قبليه على طول اسمه جزء من 100. اللي قبليه على طول اسمه جزء من 1000. تمام يا باشمهندسين؟ يبقى تاني البوينت اهي في النص، ارقام يمين ارقام شمال. الارقام الشمال اللي هي احاد، عشرات، مئات، الوف، عشرات الوف، مئات الوف لحد المليار. الارقام اليمين جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. طب دي القيمة المكانية اللي احنا متفقين من قبل كده، حروف. القيمة المكانية حروف. طيب القيمة العددية تعالوا كده نشوف. طبعا معروف ان ادي برضو البوينت اهي عشان ايه تبقوا فاهمين. 7 احاد زي ما هي 7. طيب 3 في العشرات، عارفين 3 عشرات يعني 30. 1 في المئات يعني 100. طبعا 7 احاد العشرات بنحط له صفر، المئات صفرين. طب يا ميس سحر الاجزاء، بصوا بقى يا باشمهندسين، اول رقم اسمه ايه؟ جزء من 10. بتكتب العدد عادي جدا 2. طيب الاتنين دي فاضل لها قد ايه عشان توصل للبوينت؟ في حاجه جنبها عشان اوصل للبوينت؟ لا، جنبها البوينت على طول. خلاص يبقى اروح حاطه البوينت 0. يبقى يقرأ كده 2 من 10، دي القيمه العدديه بتاعته. يبقى هنزل العدد، الجزء من 10 بحط له بوينت على طول. الجزء من 10 بوينت 0 لان ما جنبوش اعداد. طيب نيجي للخمسه، جنبها رقم ده جنبها 2. يبقى اكتب الخمسه واقول لها انت فاضل لك رقم لحد ما توصلي للبوينت، فبدل الرقم ده هعمل 0.0، فبيبقى 5 من 100. 5 من 100. يبقى لاحظنا ايه يا باشمهندسين؟ ان الاتنين حطيت لها اللي هو الجزء من 10. الجزء من 10 بحط بوينت 0. الجزء من 100 ركزوا معايا بحط 0.0. طب الجزء من 1000، برافو يا باشمهندس انا سامعاك على طول. يا مس سحر انا هكتب التسعه بعدها رقمين اعمل بدلهم صفرين بوينت 0، يبقى 9 من 1000. برافو عليك. شفت الموضوع سهل ازاي؟ والله سهل جدا. يبقى القيمه المكانيه حروف، القيمة العددية أرقام، أكتب أحاد وعشرات زي ما أنا واخدها. الجزء من 10 بحط بوينت 0، الجزء من 100 بحط 0.0، الجزء من 1000 بحط 2 0.0. طيب تعالوا بقى نشوف تدريبات مع بعض ونراجع كده. يلا يا باشمهندسين أكمل. 5 على 10 مس سحر قالت أنزل البسط والعلامة بعد رقم. تمام، هنا أنزل برضو البسط واحط البوينت. مس سحر قالت طالما شرطة الكسر جنبها رقم ينزل. برافو. طيب القيمة المكانية للرقم 2 اما اجي اكتبها ازاي يا باشمهندسين؟ مكانية يعني حروف. ركز البوينت اهي. مس سحر قالت الارقام اليمين جزء من 10 جزء من 100، يبقى الاتنين دي اسمها جزء من 100. العدد العشري ده يقرأ ازاي؟ لما نيجي نقرأ من يمة الشمال. ماشي، نقرأ من يمة الشمال. ده 14، فهقول له ايه؟ 14 و125 من 1000. 125 من 1000 أو جزءا من 1000. تقرأوا عادي جدا. خلاص بكتب الأعداد الصحيحة الأول، البوينت بقول لا إما فاصلة أو حرف الواو عادي، ونقرأ ده عادي جدا. طيب بيقول لي اكتب القيمة المكانية والعددية لكل منهم. أدي العدد الخمسة هنا، القيمة المكانية بتاعتها إيه؟ برافو يا باشمهندسين، جزء من 10. طب القيمة العددية مس سحر قالت الجزء من 10 بنكتب الرقم بوينت 0، يبقى 5 من 10. طيب اللي بعده
التسعة دي مس سحر قالت البوينت اهوت، هنمشي كده البوينت امشي جزء من 10 جزء من 100 جزء من 1000. القيمة بتاعتها ازاي؟ مس سحر قالت انزل الرقم بعدها 20.0. طيب هنا دي ارقام اللي هي شمال، احاد عشرات، احاد عشرات، يبقى دي عشرات، طبعا 5 في العشرات 50. اتمنى يا رب ان انا اكون بسطت لكم المعلومه في المستوى الاول، واتمنى الموضوع مش هياخد منك وقت خالص يا باشمهندس. ذاكر اول مستوى، ان شاء الله هحاول ان انا الخص المستويات شويه لحد ما ان شاء الله نبدا نشرح المنهج. وان شاء الله عقبال ما نشرح المنهج لو انت ذاكرت اول باول هتلاقي الفيديو بالنسبه لك او المنهج بالنسبه لك هتلاقي المنهج سهل جدا جدا جدا، وهتعرف تحل اي حاجه في الدنيا. خلاص، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي. كانت معاكم مس سحر صبري، مع السلامه.